بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت على موقع القاهرة 24 إن بعض المشايخ يقولون لا بأس من الترحم والدعاء لملوك الفراعنة. والله نحن في زمن أصبحنا نرى فيه العجب العجاب. أصبحنا نرى ونسمع أشياء يعني عجيبة وغريبة. كيف يجوز أن نترحم وأن ندعو وأن نستغفر لمن مات على الكفر؟ كيف هذا؟ أيعقل هذا؟ هل هذا واعي لما يقول؟ هل هذا مدرك لما يقوله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي حتى لو كانوا آباءهم أو أمهاتهم. وتأتي الآية التالية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعد وعده له، فلما تبين لإبراهيم عليه السلام إصرار أبيه على الكفر وأنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فكيف تجيزون الدعاء والاستغفار والترحم على من مات على الكفر، سواء كانوا فراعنة أو غير فراعنة؟ فاتقوا الله، اتقوا الله في الناس، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إن النفاق والتضليل لن يغني عنكم من الله شيئا. إن رفعتم بنفاقكم وتضليلكم في الدنيا فيوم القيامة يخسف بكم وتكونون كالذر تحت أقدام الناس. فاتقوا الله ولا تضللوا الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، غير الدجال تخاف علينا منه؟ الدجال يا جماعة فتنته رهيبة. الدجال ده راجل من خلق الله سبحانه وتعالى، أعور العين اليمنى أو اليسرى، وهذا الإنسان يقول للسماء أمطري تمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك تخرج زرعها، ويمر وتتبع كنوز الأرض، ويقتل شابا ممتلئا قوة ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم حيا. يعني فتنة رهيبة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة من غير الدجال خوف شديد. قيل: ومن هذا يا رسول الله الذي تخاف علينا منه أشد من خوفك علينا من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين. لأن الإمام الضال المضل يأتيك بثياب العلماء، يأتيك بثياب المشايخ، يأتيك بثياب المسلمين ويضللك، يقول لك على الحرام حلالا ويقول لك على الحلال حراما، يلبس عليك دينك، يلبس عليك عقيدتك. لذلك نقول لهؤلاء: اتقوا الله في الناس، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعصمنا وأن تحفظنا من شرور خلقك كلهم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.